جبت لك النهارده موديلين شبه بعض جدا، موديل 158 وموديل 159. انت بقى تعرف تفرق ما بينهم وتقول لي مين 158 ومين فيهم 159، والاهم هل فعلا يستاهل تدفع فلوس زياده؟ النهارده هنجرب الاتنين ونشوف الفرق ما بينهم وليه ال 159 الاشهر في السوق المصري. معاكم قناه الكتالوج، وما تنسوش الاشتراك لو الفيديو عجبكم. من اول نظرة كده الاتنين شبه بعض جدا، نفس المدرسة القديمة في التصميم، نفس الشكل الكلاسيكي، ولو مش مركز عمرك ما تعرف تفرق ما بينهم. يمكن انا بعرف افرق عشان حكم شغلي. تعال نشوف اول حاجة كده المقاس والميزان. نجيب الميزان ونشوف هل في فرق في الوزن ما بين انزلياب ما بين الموديل ده والموديل ده. نشغل كده. ده موديل 159 دبليو، تمام، الاشهر في السوق المصري. بصوا كده 43 جرام و82 مللي، تمام. تعالى نشوف الموديل اللي هو 158، 44 جرام و80 مللي. يعتبر فرق جرام ما بين الموديل ده والموديل ده، تمام. ما بين يعني 159 اخف في الوزن. وطبعا ده يرجع للاستراب نفسه، استراب 158 اتقل. تعالوا نشوف كده بالنسبة للطول. لو ركزنا كده يعتبر الفرق في الطول اللي يرجع اللي اسمه ده دي 158، تمام. ومقاربة تقريبا 22 سنتي و3 مللي تقريبا. تقريبا يعني يعتبر نفس الطول. الفرق مش فرق كبير، يعني ممكن نتكلم في ملي 2 ملي مثلا، او تقريبا مفيش فرق اساسا. ده بالنسبة للطول والوزن، تمام. كده احنا خلصنا يعتبر اول بند اللي هو الميزان والطول يعني اعتقد الاتنين شبه بعض ومفيش حاجة تخليك تختار حاجة عن التانية. الميزان فرق جرام مش حاجة، والطول شبه بعض، يبقى ده مش فرق نخلينا نفضل بند عن بند. طيب شو بالنسبة للقفل والاسورة؟ هنا نظام مشبك كده، ده 158، تمام. القفل بيبقى محكم، انسيابي بعد القفل. تعال نشوف هنا، انا بتكلم على القفل اول حاجة. كان نشوف حوار بس هي الورقة ديت لا تبعد كده شوية. صوت التكة ما عجبتنيش، بس دي احنا ممكن نظبطها، بس هي مفيش حاجة برضه، تمام. الانسيابية تعتبر واحدة. طيب نفضل يعني حتى انها كل حاجة واحدة. 159 بيجي منها اصدار تاني، نظام السوار الكامل او القفل الطبقي او القفل السوار المقفول، تمام، مش نظام مشبك متحرك زي كده. لكن 158 لا، مفيش منها الاصدار ده. فممكن ده يخلي 159 تغلبها في البند ده، بند الاسوره، من ناحية ان هو متاح اصدار قفل كامل، تمام. طيب بالنسبة للشكل الكلاسيكي، انا شايف ان الشكل بتاع 158 يعني انسيابي اكتر من وجهة نظري، يعني كلاسيكي اكتر، وانا بفضله بصراحة لو انت خدت رأيي. بالنسبة لل
159. ده الشكل العام اللي كل الشعب المصري واخد عليه وعارفه. تمام. فهي أذواق. أنا عن نفسي ذوقي بيميل أكتر للأسورة المضلعة دي أكتر. تمام. تعال نشوف من جنب كده. والشكل على الإيد زي ما انتوا شايفين. نخش بقى بالنسبة، يعني أنا شايف إن في البند ده زي ما قلت لكم 158 تكسب في حوار الأسورة، وحوار الانسيابية تكسب 158. طيب نخش بقى بعد كده على الوظائف. هل في اختلاف في الوظائف ما بين الموديل ده والموديل ده؟ طيب الساعة 158 ودي الساعة 159 عبارة عن ساعة ستوب واتش، منبه الارم وستوب واتش، وفي عندنا اللي هو التاريخ اليوم اهو فوق والشهر. تمام. برضو منبه ستوب واتش، عندنا كده الساعة وعندنا التاريخ فوق. يعني الاتنين نفس الحاجة، نفس الامكانيات، عبارة عن منبه وستوب واتش وفيهم الاتنين اضاءة برضو، نفس القصة مفيش اختلاف. تمام. يبقى هما الاتنين نفس بعض، مفيش واحد فوق التاني بالنسبة للإمكانيات الداخلية. طيب نشوف بقى بعد كده البند الرابع، البطارية. البطارية عن كلام الموقع الرسمي لشركة كاسيو إن الموديل ده والموديل ده نفس العمر الافتراضي اللي هو 7 سنين. بطارية كاسيو A158 وبطارية كاسيو A159 الاتنين 7 سنين. طيب كده خلصنا البند الرابع. نخش بعد كده على البند الخامس بالنسبة للإضاءة. تعالوا نشوف كده يعني في الشارع الإضاءة عاملة ازاي. زي ما انتوا شايفين كده في الضوء، يعني 158 هي 159 الاتنين الإضاءة معدومة في النور، وانت كده مش محتاج النور في الشمس يعني. نشوف بقى في الضلمة. دي موديل 158 159 أنا آسف. نجرب الزوم شوية. ده نظام الإضاءة في الضلمة 159. تعالوا نشوف موديل 158. طبعا في ده شكل 158 كده أحسن. انتوا بقى قولولي انتوا شايفين ايه الأفضل بالنسبة للإضاءة، 158 ولا 159؟ تعالى بقى نشوف تفاصيل واجهة الساعة، يعني التفاصيل الموجودة في الساعة من بره. بصوا كده معايا كاسيو في هنا كلمة الارم موجودة هنا في 159 هنا مش موجودة. هنا مكتوب اللايت والاي بي والريست، هنا لايت والاي بي والريست والمود. تمام. هنا المود هتدخلي تحت. هنا برضو كذلك الدبليو ار. نعتذر نكمل سوا، كنا هنا بنقول نتكلم عن ناحية التفاصيل. هنا الدبليو ار تحت وهنا الدبليو ار فوق. الدبليو ر دي الدليل على انها ضد المية، ووتر بروف. تمام. هنا ووتر ريستارت وهنا ووتر ريسيست اسف. ده اختصار ضد المية. هنا انت شايف ايه احلى في التفاصيل؟ انا بيني وبينكم حاسس في 158 حتى الخط هنا كامل مدي انسيابية اكتر في تنظيم تقسيم الحاجة. هنا التفاصيل هنا هتحسها اقل مع انها نفس الكتابة، مفيش حاجة متشالة، يعني هما نفس الحاجة ده او دوت، مفيش تفاصيل. كده نعتذر تاني. هنا الستارت والستوب وال12 وال24 ساعة تحت، هنا عاملها لي فوق، بس هو المفروض اعملها لي جنب الزرار عشان ابقى انا عارف مين اللي بيديني ال24 ساعة وال12 ساعة.
بس كده كده مفيش زرار تاني، فهو بيختصر الكلام ده. لكن هنا في 159 اعملها لي قدام الزرار، وهنا برضه اعملها لي قدام الزرار بتاع حوار اللايت، وهنا اعملها لي قصاد اللايت، وهنا كاتب لي المود قصاد المود مظبوط. هنا كتب لي المود هنا فوق، بس هو عمل لي نقطتين على اساس ان هو قاصد المود بالزرار اللي تحت. تمام. فكل واحد وحسب ذوقه، بس انا ذوقي برضو مايل لل 158 بالنسبة للتفاصيل اللي موجودة في الشاشة. تمام كده احنا خلصنا البند الخامس، السادس. نخش بعد كده على البند السابع، وده البند المهم جدا عند المصريين، وده اللي مخلي ال 159 مشهورة أكتر من 158 مع إن الاتنين كاسيو. ال 159 موجودة على موقع كاسيو نفسها، معلن إن هي ياباني، تقفيل ياباني، وده فعلا اللي احنا شايفينه على الساعة إن هي ياباني. تمام. ده بالنسبة لل 159. ال 158 مكتوب عليها من وراء إن هي صيني، وبرضه موجودة على الموقع إن هي صيني، فده يدل إن هي خاصة بشركة كاسيو، والخامات من شركة كاسيو، لكن التقفيل في الصين. تمام. ف ده مش يعني هما أغلبية المصريين حاطين في بالهم من يوم ما حبوا الكاسيو إن هي ياباني، فعندهم فوبيا من كلمة ميد ان شاينا دي، لكن كله تحت إشراف شركة كاسيو. بقى لها أزيد تقريبا من 15 سنة، أغلب موديلاتها بنسبة 90% أو ممكن نقول 95% كمان مكتوب عليها صيني. تمام. موديلات معينة كده ومحدودة هي اللي بيتكتب عليها ياباني. حتى في الجي شوك هتلاقي موديلات صيني وموديلات ياباني. تمام. في موديلات كتير مش موجود منها غير صيني فقط. ده بالنسبة للصناعة. بالنسبة للصناعة، وده مهم لو حد بيدور على الياباني بعينه. يعني أنا بدور على حاجة ياباني، صناعة ياباني، فهتلاقي كله متجه لل 159، وده اللي مخليها مشهورة في السوق المصري. لكن أنا كواحد فاهم وعارف الماتيريال، فلا، حتى الصيني ما فيش فيه أي مشكلة خالص، لأن هو أصلا الخامات نفسها خامات يابانية. تمام. تعال نتكلم تاني عن موضوع الماكينة. هل الاتنين نفس الماكينة ولا في اختلاف؟ لو بصينا هنا كده هتلاقي مكتوب 593 وهنا 593، الاتنين نفس الماكينة. الفرق ان ده 159 دبليو وده 158. على فكرة الاتنين طلعوا في نفس السنة، ده كلام الموقع الرسمي. الاتنين نفس السنة تقريبا 1986 او 1000، مش فاكر او بصراحة، بس هي في الثمانينات يعني. هنا مكتوب الاستراب اس 48 1 ان اس 551 ان. تمام. عشان اصدار الاستراب ده غير اصدار الاستراب ده. تمام. تعالوا بقى نشوف بالنسبة للانسيابية على الايد، يعني الملمس. أمانة ملمسها جميل وناعم على الايد. ده بالنسبة لل 158. أخشن شوية، بس برضو عشان الستانلس نضيف فأنا مش حاسس بالخشونة. يعني هو بأمانة يعني مقاربين جدا، مفيش فرق يعني، غير اللي بيفضل بيدقق جامد يعني، لكن أنا مش حاسس بفرق. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، أتمنى كل التفاصيل تكون واضحة ووضحت لكم كل حاجة. بالنسبة لو أنا مكانك هاخد إيه؟ بصراحة محبش احط مكاني مكان حد، يعني نفسي مكان حد، بس انا لو قدامي انت قول لي بقى، لو الاتنين نفس سعر بعض تيبيكال انت هتختار ايه؟ انا عن نفسي مايل لل 158. تمام. شوف انت حابب ايه واكتب لي في التعليقات، ومتنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس.